عرفينا واحنا داخل غرفة مونتاج هنا، هتعرف منك على محتوياتها وايه اللي بتقوموا بيه هنا في كلية الاعلام. احنا هنا في استوديو دكتوره جيهان. هو استوديو طبعا يعني معمول حديث على اعلى مستوى. الاستوديو طبعا هو استوديو يعني كل الامكانيات اللي ممكن اللي احنا نطلع فيها بس من هنا متاحه بالنسبه لنا. استوديو بلاتو طبعا على اعلى مستوى، مجهز بثلاث كاميرات، اوتو كيو موجود، كل ما يتعلق بادوات الجرافيك، ادوات البلاي اوت، التسجيلات، كل اعمال التسجيل، كل اعمال الميكسات، كل حاجه بتتم في داخل المكان هنا بامكانيات متطوره جدا المواد اللي وحديثه. بتجيلك بتقوم طبعا احنا هنا بنقوم بالتسجيل طبعا داخل البلاتو. طبعا يعني ايه الحاجات التسجيلات اللي احنا ممكن بنقوم بيها؟ طبعا عندنا كل الحاجات الخاصه بالطلاب، بتسجيل نشرات الاخبار خاصه بالطلبه، كل البرامج والدورات التدريبيه اللي بتتم داخل كليه الاعلام بتتم داخل الاستوديو. وطبعا بنسجلها عندنا في الاستوديو، بنبدا نحطها على وحده الايديت، المكان اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، من خلال بقى الايديتنج والمونتاج بتاعنا اللي احنا بنقوم بيه داخل الغرفه اللي موجودين فيها. بيتم بقى اعمال بقى، لو في تترات عندنا هنركبها، في حاجات هندخلها مصادر معانا، اي اعمال لها علاقه بالجام من النواحي التقنيه او التلفزيونيه بتتم طبعا داخل المكان. زمان الناس كانت بتحب قوي التلفزيون. دلوقتي في عصر السوشيال ميديا والحاجات دي، في ناس تقول الناس بقى بقت منجذبه للسوشيال ميديا، بس بالعكس انا شايفه بقى حاجه تانية خالص، بحكم يعني التخصص الاعلامي الاكاديمي والدراسات اللي بنعملها عندنا في قسم الاذاعه والتلفزيون برئاسه استاذتنا الدكتوره شيماء ذو الفقار. بنجد في نتائج الدراسات ان احنا محتاجين التلفزيون الوطني دلوقتي والتلفزيون القومي عن زمان. ليه بقى؟ في امس الحاجه، عشان هو يبقى مصدر تصحيح الشائعات. لان انا على السوشيال ميديا ممكن ابث اي حاجه، ممكن اطلع لايف اقول اي بقى مواطن كمان مش دارس اعلام زينا ولا اعلامي يطلع يقول اي حاجه. لكن احنا حاليا في امس الحاجه ان احنا نتفرج على التلفزيون المصري، وان الكوادر كمان الاعلاميه بالتلفزيون المصري تبقى مؤهله ومتخصصه في دحض الشائعات وفي تعديل الشائعات اللي بتتقال، علشان خاطر يبقى في وعي قومي يساعد على الامن المصري ويساعد على الحفاظ على امن مصر بلدنا الحبيبه.